السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم مع ضيف يرتحل بك بين الأحرف والكلمات، يسافر بين القصة والبحث العلمي، أكاديمي بامتياز وروائي يعرف شروط القصة وجماليات تفاصيلها. يوسف زيدان مثير للجدل ليس فقط لأنه يتحدث عن آراء وأفكار وحقائق لم نعهد قولها بصراحة كما هي. يوسف زيدان صادم لأنه اختار أن يواجه الجهل بالحياة. هو من قال واختار أن يعيش قوله: من يكتب لا يموت فلا تخيفه التهديدات. يوسف زيدان مضى على خطى فلاسفة وأدباء ماتوا وبقيت كلماتهم حية لا تموت. ضيفي هذا المساء. أنت مشغول بالتاريخ دكتور يوسف، وفي حضرة مكان أقول عنه مروا من هنا، إن كنا في تونس، إن كنا في مصر، في لبنان، لكنهم وفي هذا الشرق الجميل، هل تسمح لي أن أقول مروا من هنا؟ من وجهة نظري الخاصة على الأقل، هذا ليس هو التاريخ. الملك الأشوري فلان، هم يجهلون اسمه لأن النقش انطمس، أو نابليون الثالث، أو الملك المحتل. هذا جزء رديء من التاريخ، جزء رديء من التاريخ. هو أردأ أشكال التاريخ الإنساني. التاريخ الإنساني صنعه في البدايات الأولى الغامضة ذلك الشخص الذي استطاع أن يقدح النار، ثم ذلك الشخص الذي وضع للمغارة بابا، ثم الشخص الذي اكتشف أن رجلين وشجرتين ونجمتين في السماء يجمعهما شيء واحد هو الرقم 2، ثم من بنى هرما ووظف الهندسة لتخدم فكرة الخلود، ومن ثم فكرة أن الحياة ممتدة بعد الموت، وأن عالمنا هذا هو عالم مظلم، وأن لحظة الموت هي لحظة الخروج إلى النهار. الذي وضع القيم، الذي كتب الشعر، الذي ألف الموسيقى، الذي اكتشف في العلم، هذا هو التاريخ. التاريخ ليس زعماء السياسة والمنتصرون بجيوشهم، هؤلاء جزء من التاريخ لكنهم الجزء الأكثر رداءة، وهم من أما النبلاء في الكتب المدرسية للأسف. أما النبلاء الحقيقيون فهم أولئك انظر مثلا صناع الحياة. انظر مثلا إلى شمس الدين الذهبي عندما كتب عن علماء الإسلام، وهو كتاب ضخم، جعل الكتاب بعنوان سير أعلام النبلاء، لأن هؤلاء هم النبلاء، السفاحون والمغامرون من أجل السلطة، والذين قتلوا مئات الآلاف من الناس ليحكموا. هؤلاء عندي هم المستوى الأحط والأدنى من التاريخ. هل علينا أن نغير في مناهجنا الدراسية وأسلوب تفكيرنا في النظر إلى التاريخ؟ طبعا ننسى السياسيين، لا ننسى كلاعبين أساسيين، لا ننسى وإلا لا كلاعبين أساسيين. أنت تركز أن صناع التاريخ هم صناع الحياة، هم ذلك الحرفي، هو ذلك العامل الذين أضافوا للإنسانية. لا نهمل ولا نستبعد هؤلاء السفاحون ولا السفاحين، ولكن عند مثلا العالم كله يعرف الإسكندر، لكن كثيرين ممن يعرفون الإسكندر لا يعرفون
أن أستاذه كان أرسطو، معلم البشرية الأول. أرسطو هو البطل ليس الإسكندر. صحيح أن الإسكندر قاد جيوشا وفتح العالم وذهب إلى الهند وقتل كثيرين، لكن أرسطو علم البشرية، وضع حدود علم المنطق، نقل الفلسفة من التصورات الأفلاطونية العليا المتسامية المثالية إلى الواقع الأرضي لتكون منهجا للعلم والفكر. فإذا قلت يوما ما أن من لا يقرأ يموت، فأنت كتبت من يكتب لا يموت. نعم، هذه كانت عبارة في رواية عزازيل، وقعدت أيضا في شجونك الفكرية. نعم نعم، يعني هي جاءت على لسان عزازيل الروائي طبعا وليس عندما أراد الراهب أن يتوقف عن الكتابة فيقول له عزازيله: اكتب يا هيبة، اكتب فمن يكتب لا يموت. من يكتب لا يموت. ونواصل الرحلة. بعد أن طرحت هذه الفكرة الجديدة أن نقرأ التاريخ مركزين عن من أعطوا فعلا، من فلاسفة، من أدباء، من فلاحين متميزين، من موسيقيين، من المتميزين فعلا، ونبتعد قليلا عن السياسيين والقادة العسكريين أو نضعهم في مكانهم. من الشخصيات التي يعتز بها دكتور يوسف زيدان في تاريخنا العربي، في تاريخنا الإنساني؟ حور محب، الحكيم آني، طاليس، فيثاغورس، أفلاطون وسقراط وأرسطو، الكندي، الفارابي، ابن سينا، البيروني، ابن النفيس، يعني القائمة لا تنتهي. وظلمت، يعني ما دمنا لا تنتهي وظلمت. نعم، لأنه يعني يا سيدي الفاضل، إن أردت أن تتحدث عن تاريخ الإنسانية فانظر لمن أضافوا إلى الإنسانية بدون تعصب لا عرقي ولا بلد ولا أي شيء. الإنسانية لا تعرف تعصبا. حلو. الإنسانية لا تعرف تعصب، لأن الإنسان واحد. يعني قد تتعدد الثقافات، تتعدد اللغة، إنما الحب لا يتجزأ، الفن لا يتجزأ. إذن هؤلاء هم الذين صاغوا تاريخ الإنسانية، هؤلاء هم الذين عبر جهودهم المتتالية صار لدينا تراثا إنسانيا. أما هؤلاء الذين يحتفى بهم في المقررات الدراسية فهم الذين دمروا الحضارات، فكانوا يعني أنت تريد أن تقول لنا بعد كل هذه السنوات، يعني للتاريخ، للمعارف، لمن نسجوا هويتنا، أنت تقول دكتور يوسف لا، التاريخ يجب أن يقرأ بطريقة مغايرة. ما دام تاريخا للإنسانية فلا بد أن نحتفي بمن أضافوا إلى مفهوم الإنسانية، ليس بمن خربوا وتدهورت على أيديهم وقتلوا وشردوا ليحكموا. يعني أنت تصنف كل القادة السياسيين، ليس كل، أو السيئين منهم، يعني بعض الذين، يعني بالنسبة لك إن كان السيء هتلر ألماني أو حاكم سيء عربي نفس الشيء ينتمون طبعا لأنه هو يدمر التراث الإنساني في مجمله. يعني هذا الذي هدم تماثيل باميان في تماثيل بوذا في باميان باسم الدين، هو استعلى حتى على الصحابة والتابعين الذين وصلوا إلى هذه البلاد، خراسان أو أفغانستان الآن، ورأوا هذه المشاهد ولم يدمروها. لكن هذا التخلف نمط متكرر. هو هذه العبارات الجميلة سأستوقفك، وعذرا على المقاطعة، التخلف نمط متكرر. طبعا مثلما أن الإبداع
له شكل وإطار. فأيضا التخلف والتدهور له ميكانيزمات أو آليات واحدة. هذه الآليات الواحدة نجدها عند المستبدين باختلاف شكلي، باختلاف في التفاصيل، إنما البنية واحدة. شخص يحافظ على عرشه أو على مساره إلى العرش على دماء الناس. هذا كيف أحتفي به وأجعله بطلا؟ وغالبا ما يكون بطلا إقليميا، يطرح في المقابل الضحية، ويصبح التاريخ هو جناه وضحايا، وهذا ليس من الإنسانية في شيء. أنت ارتحلت من البحث الأكاديمي إلى الرواية إلى المقالات. أنت تحب الشعر وتحب فنون كثيرة، من الفلسفة إلى الأدب. أين أنت بين كل هذه المسارات؟ كل هذه المسارات. لماذا لا تختص؟ أفق الاختصاص في شكل الكتابة ضيق، ولهذا أسعى إلى هذا البراح والمدى المفتوح. فتجد في الكتابة الروائية الإيقاع الشعري، وتجد في البحث العلمي شغف القص والحكاية، وأحاول أن أقرب ما بين هذه المسافات التي تباعدت فأدت إلى نوع من الانفصام ما بين النص الأدبي والبحث العلمي. ولهذا ستجد مثلا في بعض يعني كتاباتي، هناك كتاب عن عبد القادر الجيلاني هو بحث، لكنه مكتوب بشكل بلغة يعني سلسة فيها الأدب، حكائي. أيضا في كتابي فوائح الجمال، وهو نص لنجم الدين كبرى، النصف الأول منه حيث أحكي عن الشيخ حكيت ذلك بشكل قصصي. من الجهة الأخرى في الأعمال الروائية مساحة البحث والتدقيق والضبط التاريخي تجعل أحيانا يعني الناس يلتبس عليها الأمر، فتحتار ما بين الواقعة التاريخية التي حدثت فعلا وبين الوقائع السردية الروائية التي توصل ما بينها. وأحرص دائما في كتاباتي ذات يعني الطبع التاريخي مثل عزازيل والنبطي والنصف الثاني من ظل الأفعى أن ألا أخدش التاريخ حتى وإن ذهبت إلى الخيال. لا، الوقائع والشخصيات التاريخية لا أخدشها. هنا تصبح أو تكون المهارة في كيف ننسج العمل الروائي دون ما أن نصطدم بوقائع ولا أن نغير طبيعة الأشخاص. لا تصطدم بالوقائع لكنك تصطدم بالناس. لا، الناس هذا على صعيد الوعي بالواقعة، لأنه أحيانا ليس أحيانا كثيرا في ثقافتنا المعاصرة ما يتم تزييف الوقائع التاريخية فيقرأها المعاصرون بطريقة خاطئة تؤدي إلى ترسيخ أوهام معينة. أنت إذا تصطدم بالوهم أكثر مما تصطدم بالناس. عندي كتاب بعنوان متاهات الوهم وهو كتاب كبير الحجم، قدمت فيه نماذج من كثيرة من الأوهام التي سيطرت على الأذهان فأدت إلى تشويش في الوعي العربي العام. لأن سؤالي الأصلي قبل البحث وقبل الكتابة، لماذا وصل العرب إلى هذا التردي؟ طبعا هناك أسباب. لم يحدث هذا الأمر فجأة. لا، هناك أسباب يعني في منها ما هو داخلي وما هو خارجي. نتحدث هنا عما هو داخلي، وهو الوعي الذي لم يستطع أن يقفز قفزات كبرى مثلما حدث في اليابان وفي الصين وفي كثير من البلاد وفي كوريا الجنوبية، لأن تم تقييد العقل الجمعي أو طريقة التفكير العامة. طبعا هنا تدخلت السلطات السياسية البائدة التي انتهت نهايات مأساوية، يعني عيشت الناس
في مآسٍ، يعني أنت تقصد واختتمت المأساة بالمأساة. وأنت تقصد هناك قيادات ما بعد استقلال البلدان العربية، وبالذات ما حدث في 2011 وما بعد. لا، أقصد ما حدث في النصف الثاني من القرن العشرين. أما 2011 أو ما يسمى بالثورات العربية فهي محاولة لا شك عندي في إخلاصها، ولكن لم يكن الوعي العام كافيا لاستكمال هل كانت المسار. الأسابيع الأولى لما بعد أو الأسابيع الأولى في الثورة حلما رومانسيا دل على أن من كانوا يحلمون بالثورة والتغيير من السياسيين والشباب لم يعرفوا واقعهم؟ السياسيون لماذا هذا التغيير؟ لماذا انتقلنا من جمال الحرية إلى قباحة الفوضى؟ السياسيون يا سيدي لا يحلمون، هم يقتنصون الفرص، هم يستغلون الحوادث. أما الشعوب التي دام عليها القهر زمنا فهي تتوق إلى الحرية. وكانت لحظة الاندفاق الأولى للثورات العربية صادقة تماما. أنت وصفتها وغيرك كذلك أجمل ما في المصريين، طبعا أجمل ما في التونسيين، يعني أظهرت في البدايات، ولكن نقص الوعي العام والاستجابة إلى الألاعيب السياسية أدى إلى تراجع مريع. ولذلك كتبت أيامها أن الوعي وقود الثورة، وحذرت من أن الثورة تنحرف عن مسارها. ولم أجد مستمعا، يعني على الرغم من كثرة الاستجابات لما أكتب يعني، ولكن لم يصل هذا إلى القاع. نحن مثلا في مصر خرجنا لنقول أن التوريث لن يكون في النظام، في الحكم، لأنه حكم جمهوري ليس ملكيا، وأن الفساد العام الذي ضرب إلى النخاع ينبغي أن يعني يتوقف. وفي غمرة هذا المشهد وفي قمة انفعاله الحي وجدنا مظاهرات تنادي بشعارات مختلفة، بشعارات دينية، وتكسبها مسحة سياسية للخداع، فتقول على القدس رايحين شهداء بالملايين. طبعا يعني القدس قصة كبيرة في الوجدان العربي، ولكن ما الذي جلبها هنا؟ كان ذلك خداعا. كان هذا يعني الثورة مصرية والشعارات الخداعة أخذتنا إلى مسار، أخذتنا، ولأنها تخاطب وجدان البسطاء لاقت قبولا. ثم ظهر من يقول خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود. يعني مع احترامنا للتاريخ ومع احترامنا طبعا لسيرة النبي، إنما ما دخل هذا بذاك. نحن كنا نأمل في واقع أفضل عبر حركة مجتمعية كلها أمل، ثم ظهرت كتائب الأقصى وسرايا صلاح الدين الأيوبي، وصارت تقتل في المسلمين وفي بلاد الإسلام، ولم يذهب أحدهم لا إلى القدس ولا إلى غيرها، ولا خيبر ولا إسرائيل نالت شيئا. الذي حدث أن تركوا الثورة تأكل ذاتها كالنار فخمدت. في هذا الوقت أدركت أن الثقافة العربية الواحدة تحتاج إلى تجديد عبر ثورة ثقافية وليس سياسية ولا اجتماعية. هل التجديد سيكون قطعا قاسيا مع تراث نحن سجناء فيه أو له؟ يعني إذا دخلت جسمك المادي يعني مرض، شظايا، فتقيح ما حولها وأردت أن تخرجها فلا بد أن تتألم. لك أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز، ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز، سطوع لصوت الجموع. شوف مصر تحت الشمس، آن الأوان ترحلي يا دولة العواجيز. عواجيز شداد مسعورين أكلوا بلادنا أكل،
ويشبهوا بعضهم نهم وخسة وشكل. طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة، صحوا القتيل من القتل. اقتلني، قتلي ما حيعيد دولتك تاني، بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني. دمي ده ولا الربيع، الاتنين بلون أخضر، وببتسم من سعادتي ولا أحزاني. تحاولوا ما تحاولوا ما تشوفوا وطن غيره، سلبتوا دم الوطن وبشمتوا من خيره. أحلامنا بكرانا أصغر ضحكة على شفة، شفتوش صياد يا خلق بيقتلوا طيره. السوس بينخر وسارح تحت إشرافك، فرحان بهم كنت وشايف لهم على كتافك. وأما أهالينا من زرعوا وبنوا وصنعوا، كانوا مداس ليك ولولادك وأحلافك. ويا مصر قام العليل رجعت له أنفاسه، وباس جبين الوطن مال الوطن باسه. من قبل موته بيوم صحوه أولاده، من كان سبب علته محبته لناسه. الثورة فيضان قديم محبوس ما شافوش زول يعني شخص. الثورة لو جد ما تبانش في كلام أو قول، تقلب وتعدل في سرية، تفور في القلب وتنغزل فتلة فتلة في ضمير النول. ما تخافش على مصر يابا، مصر محروسة حتى من الضغمة دي اللي فينا مدسوسة. ولو انت ابوها بصحيح خايف عليها قوي، تركتها ليه بدن بتنخر السوسة. أنت اخترت من التراث العربي والإنساني عموما الجانب الذي تحول إلى سلاح تقارع به قراءات التاريخ الرسمية. أنت تركز وتضيء أكثر على ابن النفيس، على المعلم، على أرسطو، وتنسينا شيئا فشيئا صورة السياسي الصانع للحدث التاريخي. ليس ابن النفيس وحده من اهتممت به، أنا اهتممت في تاريخ الإنسانية بالذين أضافوا إلى تراث الإنسانية وفي تراثنا العربي إلى من أضافوا إلينا. ابن الهيثم، الكندي، الفارابي، ابن سينا، الرازي، أبو بكر، محمد بن زكريا، والدائرة الأوسع أرسطو طبعا في الدائرة الأوسع. ولكن مثلما أثر أرسطو في العرب، أثر ابن سينا وابن النفيس في أوروبا، وأنا رأيته. لذلك كتبت أنا والآخر، من أنا ومن الآخر. تتفق مع الدكتور حسن حنفي في هذا الاتجاه؟ يعني حسن حنفي أستاذي، ولكن تحدثت عنه بعشق يضاهي حديثك عن سبينوزا. اللي هو أقرب إلي من سبينوزا بالقطع يعني. وسبينوزا ليس الآخر بالنسبة لحسن حنفي، هما قد يترابطان يتحدان رغم اختلاف في الزمن والهويات. هما متحدان فكرا، ولكن يختلفان اختلافا كاملا في المنتهى. سبينوزا وهو الفيلسوف اليهودي الشهير الذي يعني كان اليهود ضده في زمنا طويلا، وفي السنوات الأخيرة يعني رفعوا عنه هذا لأنه يعني لولا سبينوزا ما كانت هناك حداثة. لا نستطيع أن نقول ذلك. إنما سبينوزا انتهى إلى تصور للألوهية أنها مندرجة في الكائنات، فرأى العالم مؤلها، في حين أن حسن حنفي كان يسعى إلى نزع القداسة عن الظواهر الاجتماعية والتاريخية كي يستطيع ضبطها. حتى في عندما كتب عن التصوف كان يسعى إلى قلب المفاهيم الخاصة بالمقامات والأحوال والمقامات الصوفية. فبدلا من الرضا كان يطرح الغضب والثورة، بدلا من الشكر كان يطرح التذمر، ولم تنجح هذه المحاولة. ثم حاول محاولة أخرى تحت ما يسمى باليسار الإسلامي أن يمزج بتأثير من الثورة الإيرانية ما بين المقولات الثورية في التراث لمحاولة تفعيلها، ولم ينجح ذلك أيضا لابتعاده عن الجمهور.
كما لو كانت الثورة لا تقوم بها النخب. لم يصادف طرح حسن حنفي نجاحا كبيرا في الواقع المصري ولا العربي، لأنه كان دائما ينظر إليه باعتباره مثيرا للقلق، قلق الحكام. حاول الدكتور هو متحرك وهم ثابتون، وأنت تحدثت عن الحركة والثبات. وهو يساري وهم يمينيون، وهو ثائر وهم يحاولون الحفاظ على مكاسبهم. حاول نصر أبو زيد أن يأخذ خطوة للأمام مستدعيا التراث المعتزلي ومنطلقا من، وأنتم كثر في هذا الاتجاه تستدعون الفكر المعتزلي كأنه آخر حصون تحتمون بها أمام قوة لا يعني لا أستطيع أن أقول ذلك على إطلاقه، لأن التراث المعتزلي منذ أدين على يد الأشاعرة قبل مئات السنين يعني لم نجد له بعثا إلا عندما حاول نصر أبو زيد أن ينظر إلى النص القرآني باعتباره نصا تاريخيا. النص الديني عموما، لا، النص القرآني أساساً. نصا تاريخيا، لأنه لا خلاف في تاريخية النصوص الثواني والثوالث، صح. إنما ولكن تم استقبال فكرته هذه، وهي فكرة بديهية بكثير من الرفض. إذن سبينوزا حاربته المؤسسة الدينية اليهودية، كذلك باسكال وغيره، وحتى من المصلحين المسيحيين ثارت ضدهم الكنيسة وثاروا ضدها، تجاوزها الفكر. هل نحن سجناء لتراثنا أم نحن بدأنا فعلا بالخروج من التراث ولا أعني فقط الديني؟ يا سيدي، التجربة الإنسانية واحدة، التجربة الإنسانية واحدة في جوهرها، تختلف في تفاصيل التجليات، إنما التسلط باسم الدين كان موجودا في أوروبا في العصور الوسطى، التسلط باسم الدين موجود الآن في بلادنا. الثورة أو الحركة المضادة لذلك، المفكرين الأحرار، فلاسفة العقد الاجتماعي، المفكرين الذين والفنانون أيضا الذين فتحوا يعني آفاقا جديدة، كانوا يواجهون مثل هذا العنت مثل ما نواجهه الآن، وسيستكمل التاريخ مساره وستنتصر هذه الدعوات لأنها أكثر إنسانية. ستنتصر هذه الدعوات طبعا لأنها في نهاية الأمر إنسانية. طبعا. أوهام دكتور، أوهام الآخر الذي يعد لنا العدة نهارا صباحا حتى ما ننهزم نحن العرب. هذا يا سيدي نتاج قصور في الرؤية الفردية والجمعية، يعني ما يخص الشخص الواحد وما يخص الثقافة السائدة. عندما تتمحور حول ذاتها فلا ترى العالم إلا منعكسا على مرآتها هي، وتبرر الفشل الحضاري بأن الآخرين يريدون بنا السوء. فتجد مثلا أن يريدون بنا السوء أن الأحوال العربية أو بالذات في مصر هذه النغمة منتشرة، نحن نعاني من الخطط الماسونية. هذه الفكرة طرحت في زمن الضباط الأحرار ولم تراجع، وبالتالي أصبح كلمة الماسونية مخيف. أنا لم أرى في حياتي إلا شخصا واحدا ماسونيا كان يملك مكتبة بجوار مكتبة بلدية الإسكندرية، وكنا عندما نريد أن نصور صفحة أو صفحتين من كتاب نخرج بالكتاب من المكتبة في زمن لم تكن يعني التكنولوجيا متقدمة يعني على النحو الحالي. وكان رجلا هادئا، وسألته مرة فقال إنه ماسوني. ماذا تعني بماسوني؟ قال إنه ده إحنا بنحاول نبني المجتمع بدون عقد السلطة يعني أنت ألا يعني تروج للماسونية الآن؟ بتلطف ما هي الماسونية؟ لا تخاف منها؟ لا تخيفك دكتور يوسف؟ أنا لم أعرف عنها إلا ما قلته لك. أما ما يقوله الجهلاء والمتسلطين على الإعلام العربي ووسطاء الناس، هذا لا يعتد به عندي. لا يعتد به طبعا.
وهو دمر العقلية الجماعية العربية. الإنسان أنت تقول الإنسان عدو ما يجهل، دائما تعيد صحيح. نعم. الإنسان عدو ما يجهل. وكلمة ماسون تعني البناء. ففي بعد الخروج أو أثناء الخروج من العصور الوسطى كان جماعة يحاولون، عندنا مقابل لهم في الطرق الصوفية، في أشياء كثيرة جدا. ما شأني أنا بالماسونية ولماذا أحكم عليها؟ يعني لماذا أستجلب وهما من الخارج؟ مع أنه يعني الخراب الذي فينا واضح للعيان. الخراب الذي واضح فينا أسبابه لماذا نتجنبه؟ لا، أسبابه لا نريد أن نراها. استبداد سياسي، تخلف في مناهج التعليم، قصور فادح في التثقيف العام، تسلط على العقلية العامة. يا أخي في سنوات طويلة وفي مصر وزارة الثقافة اسمها وزارة الإرشاد القومي. الإرشاد القومي ناهيك عما جرى في العراق في الزمن الصدامي وما قبله مباشرة، وما جرى في ليبيا أيام القذافي. ما هذا الهم الجاثم على عقول الناس؟ ثم نبحث عن سبب خارجي. يعني ألا يكفي هذا لتفسير التخلف؟ على هذا السؤال سنقف لنعود متسائلين على أبشع نهايات الحكام في العالم العربي. بعد 2011 رأينا كيف انتهى حكام عرب أبشع النهايات. القذافي صور مريعة، سبقهم إلى ذلك صدام، إعدام مريع بأيدي أولاد البلد، أخيرا اليمن، ما بينهما محاكمات مبارك، وبن علي هرب إلى السعودية. بالتونسي يقولوا كرم لحيته بيد. لماذا كل هذا الغل؟ أو هو نتيجة محتومة؟ يعني كيف ستنتهي المأساة بالملهاة؟ كيف ستنتهي؟ المأساة بالملهاة. المأساة تنتهي بمأساة. هل سنتعلم الدرس؟ أرجو هذا طبعا. يعني نحن ننبه خارج الرجاء، هل سنتعلم الدرس؟ يعني نحن نسعى، ولكن يعني نرجو هذا. إنما كيف تقرأ مسارات تونس ومصر؟ كنا نتمنى أكثر من هذا لكلا البلدين، ولكن المعوقات فينا. المعوقات فينا. لا تظنن أن الحركات المعوقة للتحضر مثل الجماعات الدينية المتطرفة والإخوان وغير الإخوان هبطت من السماء ولا من الماسونية. هم إفراز طبيعي لحالة الغباء الاجتماعي والقصور في التعليم والهيمنة على عمليات التثقيف العام. طبيعي أن تنتج هذه الأفكار المغلوطة التي تؤدي إلى تراجع. أيضا الكبت العراقي الصدامي كان لابد أن ينفجر، يعني سنة وشيعة. مأساة العراق الآن ترى فيها جزءا كبير منها فترة صدام. طبعا يعني دلوقتي كيف ترى عبد الناصر؟ العراق يعاني من الصراع السني الشيعي. لو يعني هل ترى بذور ذلك كانت زمن صدام؟
وما قبله، ولكن وما قبل. الكبت الذي شهده العراق في زمن صدام جعل هذه المشكلات تغلي في النفوس وبالتالي تفور. كيف ترى عبد الناصر؟ كيف تقرأه؟ أنا دائما ما أقول أن معياري بسيط للحكم على الحكام والمسؤولين والأمراء والملوك والأباطرة والمديرين حتى، أنني أنظر في هذا المكان الذي تولى سلطته عندما تسلمه وعندما سلمه تراجع مريع. عبد الناصر تسبب في تراجع مريع؟ طبعا. وبورقيبة لو كان رئيسا لمصر أو العراق ربما كان حال العرب قد صار أفضل. لماذا هذا الإعجاب ببورقيبة في حديثك؟ لأنه كان ينظر إلى بعيد، ولا بد للحاكم أن ينظر إلى بعيد. كان يرى عبر الأفق، كان زرقاء يمامة، وهذا دور المثقف كمان العرب. فكان منحازا للمرأة، كان قريبا من الناس، فله ما له وعليه ما عليه، ولكن ما له أكثر. يوسف زيدان والرواية. طبعا الرواية عالم كامل، فيه الشعر وفيه القص وفيه التاريخ وفيه الخيال الخلاق وفيه قدرة الكاتب والقارئ على الاشتراك في صناعة وعي جديد بالظواهر. أنا لا أكتب أدبا للتسلية والترفيه، ولكن ذلك لا يغيب عن رواياتك. ليكن هذه قد تكون الموهبة، ولكن النص الروائي عندي هو محاولة لتجاوز ما هو موجود، حتى تجاوز ما قبله. كثير من النقاد يتحيرون في أن كتاباتي غير متشابهة، وهذا مقصود. أنا لا أستطيع أن أنظر في عمل أدبي، يعني الرواية الواحدة. ولا يخجلك أن يقال لك أن رواياتك تتشابه مع كذا أو كذا؟ لا، هذا كلام الجهال. لا، حتى وإن تشابهت أنت لا يخجلك. لا يمكن أن تتشابه، لأنني أكتب في قلب اللغة العربية. فيأتي أحد التافهين ويقول أن عزازيل رواية متشابهة مع رواية قس إنجليزي اسمه مش عارف إيه سنة 1851. هذا جهل فادح، وإلا فلماذا منح الإنجليز عزازيل جائزتين كبيرتين غير جائزة البوكر العربية؟ يعني وهي كلها جوائز أو كلتاهما جائزة كبيرة وتعتمد على قراءات الجمهور. إذن الإنجليز أدرى بآدابهم. ثم قالوا عندما لم تنجح هذه الخطة، قالوا أن إمبرتو إيكو إنه في تشابه بين اسم ولا تشابه أصلا، ولا تشابه ولا حاجة. فإذا بإمبرتو إيكو يمتدح رواية عزازيل عندما ترجمت الإيطالية، وتبقى الرواية 4 سنوات من الأعلى مبيعا، وصدرت لها حتى الآن ما يقرب من 6 طبعات إيطالية كبيرة. أنت بين الفلسفة والرواية أين تسكن؟ بينهما. لا بينهما. لا يعني الكتابة واحدة. الكتابة واحدة وأن تعددت المشاغل. قد تتخذ أساليبا مختلفة، لكنها لا تخلو من كل العناصر المؤهلة لكتابة جيدة، كتابة يمكن لها أن تمس قلب القارئ ووجدانه. الرواية نطاقها أوسع، لأن فيها الفكر وفيها الشعر وفيها السرد وفيها الخيال، وبالتالي هي أمتع. ولكن أحيانا تكون القضايا من الرسوخ والاحتشاد والكثرة، بحيث تحتاج لو عبر عنها بشكل روائي تحتاج يعني أعمالا مطولة. فهنا ألجأ أو يعني أنزع إلى الكتابة النظرية. ولو يعني نظرت إلى إنتاجي في السنوات 10 أو 15 الماضية، ستجد أنني أمزج دائما ما بين الكتاب والعمل الأدبي. كتاب فلسفي ثم رواية،
كتاب فلسفي ثم مجموعة قصصية، وهكذا. يعني أحاول أن أجمع لأوصل رسالة الفكر واللغة والخيال والطموح إلى الأفضل. صديقي يوسف زيدان، سنرتحل إلى مكان آخر ونتحدث إلى تفتيت الكلمات ونعود إلى أصول المفاهيم وتطوراتها، ولكن في مكان آخر. ونحن نتجول في واحدة من أقدم مدن العالم في التاريخ، بيبلس إشبيل. سندخل محل جميل جدا. دكتور تفضل. شكرا. أجمل ما في هذه المدينة أنها تترابط ما بين حضارة فينيقية لبنانية وقرطاج الفينيقية التونسية، وأنت المصري بيننا، السكندري الإسكندري بيننا. هذا المحل بجماله وتحليلك انه الانسان للاسف دكتور يوسف هو النوع الوحيد اللي يعتدي على اخيه الانسان على نوعه. لا، يسعى لإبادة نوعه. يعني الأسماك تأكل بعضها بعضا، والحيوانات قد تتعارك مع نفس النوع، لكن فكرة الإبادة فكرة إنسانية أو مقتصرة على الإنسان. يعني لن نرى في الكائنات من سعى إلى إفناء نوعه إلا الإنسان، مع أنه الإنسان هو الكائن العاقل. ما الحل دكتور يوسف؟ أن يتعقل هذا الإنسان العاقل ويعرف أن الآخرين هم مرآته. كيف تصل هذه الرسالة وهذا الخطاب إلى عامة الناس، إلى كل الناس؟ يعني سيبك من معنى الخاصة والعامة، المثقفين وغير المثقفين، لأنه حتى بعد الثورة شوهت صورة المثقف، لأنه كثير من المتعلمين على التلفزيونات على وسائل الإعلام المختلفة يبيعون ضمائرهم، يبيعون أفكارهم. لا، دعنا من هذا الكلام، دعنا نتحدث عن الإنسان في ذاته. لكن كيف هذه المفاهيم تصل إلى الناس؟ تصل بالفن، تصل بالتصوف بمعناه الإنساني العام، تصل بالتعقل، تصل بالشغف بالمعرفة، تصل بتصحيح المفاهيم المغلوطة التي استقرت في الأذهان زمنا وترسخت وظن الظنون أنها صارت مقدسة، وهي لا تعرف القداسة ولا الرقي. دكتور يوسف، هل لازلت تعتقد أنه المصري يختلف عن التونسي، يختلف عن العراقي، يتحدوا في أشياء، بالتالي لا حاجة لنا إلى جامعة الدول العربية؟ لا، جامعة الدول العربية لا حاجة لنا لها بصرف النظر عن هذا التقييم، لأنها يعني لم تنتج شيئا طول السنوات. ومثلما قال الشاعر محمود درويش في قصيدته الأنشودة الكبرى مديح الظل العالي: ولا جديد لدى العروبة بعد شهر يلتقي كل الملوك بكل أنواع الملوك من العقيد إلى الشهيد ليبحثوا خطر اليهود على وجود الله. أما الآن فالأشياء هادئة تماما، وإن الموت يأتينا بكل سلاحه البري والبحري والجوي، 1000 قذيفة أخرى ولا يتقدم الأعداء شبرا واحدا. هذا الكلام قيل في حصار بيروت في منتصف الثمانينات، وهو صادق حتى الآن. لا جديد لدى العروبة، يجتمعون يعني دكتور يوسف، هل تدعو إلى أنهاء الجامعة العربية؟ لا، أدعو إلى تجديد الفكرة، إلى إعادة النظر فيها، إلى وضع تصورات. هل أضرت بنا فكرة الوحدة العربية؟ طبعا، لأنها عطلت الجهود الحقيقية. يعني أبطلت مصرية مصر مثلا؟ لا، لم أفهم. قوة العرب أصبحت شكلية
في اجتماعات الجامعة العربية ومنظماتها إلى آخره، والمحافظة على الشكل دون العناية بالمضمون، فأدى ذلك إلى تدهور في الموقف العربي العام. ثم عندما يجد الجد تجد محور خليجي، ثم محور عراقي مصري، ثم لا يلبث أن ينهار، ثم يظهر محور آخر، وكلها تحالفات مؤقتة وغير صادقة، ولا تسعى إلا إلى صالح الحكام لا الشعوب. هذا هو ضيفي الدكتور يوسف زيدان، أو صديقي يوسف زيدان. ألتقيه مرة أخرى وهو الذي يرتحل بنا في نصوصه من الأدب إلى الفلسفة، من الرواية وتفاصيلها الجميلة إلى مفاهيم يريد لها أن تصاغ صياغة أكاديمية. يوسف زيدان تتفق معه أو لا تتفق، تعارضه، يتقبل نقدك بكل صدر رحب. يوسف زيدان يريد لنا أن نفيق من خلال صدمات المفكرين، وهو واحد فاعل فيها. يوسف زيدان قد يصدمك بأفكاره ومفاهيمه، لكنه يؤصل كل ما يقول تأصيلا أكاديميا وتأصيلا أدبيا جميلا. كتبه تجاوزت اللغة العربية وفاز بجوائز أجنبية وعربية. يوسف زيدان إضافة إلى برنامج مش ممنوع مع عماد دبو من جبيل لبنان.